أعوذ بالله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أحمد إسماعيل من مدرسة معهد علوم الدين الإسلامي فلاذا زاغيا. أقوم لكم بمقالة بعنوان وهي مساهمة المدرسين في مدارس الإسلامية. وقبل دخول إلى الموضوع قسمت هذا الموضوع إلى 4، وهي: أولا، من هو المدرس؟ ثانيا، ما هي المدرسة؟ ثالثا، مساهمة المدرسين في مدارس الإسلامية. رابعا، الخاتمة. أولا، من هو المدرس؟ المدرس هو الشخص الذي يقوم بتعليم الطلاب في مختلف المراحل التعليمية. يمكن أن يكون المدرس متخصصا في مجال معين مثل القرآن أو اللغة العربية أو الحديث. ثانيا، ما هي المدرسة؟ المدرسة هي بيئة الدراسات التي تتضمن الطلاب والمدرسون، وفيه نتعلم علوم ديننا وغيرها. وهي أيضا المدرسة هي مؤسسة تعليمية ومنظمة للطلاب الذين يتعلمون في مختلف مراحل العلوم مثل القرآن والفقه والتوحيد والحديث وغيرها من العلوم. ثالثا، أتينا إلى سمي الموضوع وهي مساهمة المدرسين في مدارس الإسلامية. المدرسون في مدارس الإسلامية يحاولون دورا هاما في تعليم الطلاب والعلوم ديننا. ومن مساهماتهم ما يلي: أولا، تعليم العلوم الإسلامي. ثانيا، تعزيز القيوم الإسلامي. ثالثا، تشجيع الطلاب على المذاكرة. وأخيرا، أيها المستمعون الكرام، عندما قلت تعليم العلوم الإسلامي يعني تدريس القرآن الكريم، تعليم الطلاب القراءة وتفسيرا، تعليم الطلاب القراءة وتفسيرا، تعليم الطلاب القراءة وتفسيرا، ثم تعليم السنة النبوي مثل الحديث، ثم تعليم العقيدة الإسلامي وفيه نعرف ربنا وخالقنا، ثم الفقه وفيه نعرف كيفية الصلاة والغسل والزكاة والتربية وغيرها من أنواع العبادات. قد تحدثت عن أشياء كثير منها معنى المدرس وما هي المدرسة ومساهمة المدرسين في مدارس الإسلامية. أرجو استفادة كل من في هذه المدرسة والذين يستمعوننا في شاشة الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.